Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenido a mi canal, bienvenido a otra ocasión de la semántica española. ازيكم عاملين ايه؟ انا محمد يسري، اتمنى تكون بأتم حال. انا متخصص لغة اسبانية، والنهاردة جاي اشرح الفرق بين فيربو سير والفيربو ستار، الفعل يكون والفعل يكون برضه. طب ليه انا اشرح حاجه زي كده؟ عشان اعرف افرق وان ده استخدامه حاجه غير استخدام دوت، ودوت بيكون عامل في البدايات للطلاب اللغه الاسبانيه بعض المشاكل. فان شاء الله بعد الفيديو دوت اتمنى ما يكونش عندك مشاكل فيه. أه ولو لقيت حد غلط في بعد الفيديو دوت ابدأ عدله، ما تسيبش صاحبك يغلط وانت ساكت. فنبدأ بسم الله، بسم الله وابدأ معاه. El verbo ser significa en árabe يكون. الفعل ser يعني في العربية يكون. سهلة، ما فيهاش أي حاجة. لكن في العربي كده، خلينا ندردش في العربي. هل أنا بقول أنا أكون أو أنت تكون؟ آه فمثلا أنا بقول أنت تكون أحمد، ولا بقول أنت أحمد، ولا أنا أكون محمد، ولا أنا محمد؟ فإحنا لا نذكر الفعل يكون. فإذا الماهية أو الكينونة مش معنى إن هي لا تذكر في لغتك لا تذكر في اللغات الأخرى. فلازم تتقبل دوت، تتقبل إن في الفعل يكون بيستخدموه في اللغات التانية في الجملة عادي، ولا ينفع إن الجملة تخلق من الفعل يكون بدون أن يذكر عند الإشارة إلى الماهية، الكينونة، الشخصية والمكان. فالبيربو سير عايزين نفرق بين حاجتين: الفعل سير والاسم سير. خلينا نبتدي بس بالاسم سير. لو انا حسبت سير ده اسم، بيكون سير بيكون معناه كائن او مخلوق. سير، ال السير زي ايه؟ السير اومانو. السير اومانو بمعنى المخلوق البشري. حلو. و البيربو سير ده لوحده بمعناه يكون. نمسح بقى اللي احنا عملناه ده كده. لكن الفيربو سير بمعنى يكون لو استخدمته كفعل، لكن لو حطيت له ارتيكلو اللي هي ألف ولام بستخدمه كاسم. نكمل. الفيربو estar. un verbo significa en العربية يكون أو يوجد، لكن هو الفعل الأساسي بمعنى يكون. طب إيه الفرق؟ هل أنت بتلاقي فرق لما أقولك بأن يخرج ويتخرج؟ الاتنين بيدوا معنى الخروج، صح؟ لكن الفرق بين يخرج ويتخرج ده حاجة وده حاجة، كذلك فيربو سير والفيربو ستار ده حاجة وده حاجة. ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar؟ ما هو الفرق بين ser و estar؟ خلينا نشوف حاجة كده. تصريف الفعل ser. خلينا نشوف حاجة الأول. ser منتهي ب er، واحنا معروف إن في التصريف بحذف ال AR أو ال AR أو ال ER من الفعل، وببدأ أصرف وبضيف بعض النهايات للفعل اللي هي في ال AR بضيف O S A amos AS N. دي النهايات المعروف إن أنا بضيفها وأنا باجي بصرف فعل. بس الفعل سير المنتهي ب AR دوت هو منتهي ب AR، لكن هو فعل irregular بمعنى غير منتظم أو فعل شاذ، فبيتصرف تصريف أنت تحفظه، لازم تحفظه.
مع اليو اللي هو الأنا بقول soy. yo soy. زي هنا yo soy estudiante. وهنا في الجملة دي ممكن أحذف أنا لكن ما أحذفش أنا أكون اللي هي soy. فبقول لك soy estudiante أو yo soy estudiante. فمثلا أنا لو قلت مثلا هل أنت بتقول أنا أذهب إلى المدرسة أو بتقول أذهب إلى المدرسة على طول؟ بتقول، أما مش شرط إنك تقول أنا عشان أفهم إن المتحدث هو أنت. أو مثلا بتقول خرجت النهاردة، هو مفهوم هنا إن أنت بتكلمني أنا فبتقول لي أنت خرجت النهاردة. كذلك في الأسباني. فمع التو اللي هو أنت بقول إيرس. تو إيرس. تو إيرس inteligente، أنت ذكي. ال y ella بتاخد اس. هي اس simpática، هي لطيفة. مع أستاذ، أستاذ بمعنى حضرتك وبتعامل معاملة تو لكن في صيغة الاحترام بتاخد اس برضو زي ال y ella. أستاذ اس بروفيسور، حضرتك مدرس أو محاضر. nosotros y nosotros. nosotros y nosotras. nosotros كان الأو بالأو كده أنا بتكلم عن إحنا كمجموعة رجالة أو إحنا كواحد راجل مع شلة نساء أو راجلين مثلا وثلاث إناث. طالما في راجل في الموضوع يبقى بستخدم نوسotros. لكن لو في كلها بنات فبقول نوسotras. مع النوسotras مع النوسotros بقول somos، نحن. nosotros somos amigos، نحن أصدقاء أو نحن نكون أصدقاء، بس احنا ما بنقولش نكون. مع vosotros y vosotras طبعا نفس الحالة في nosotros بقول sois. vosotros sois de España، انتوا من اسبانيا او اسبانيا للتدقيق اللغوي اسبانيا. ellos y ellas هم وهن بتاخد son. ellos son hermanos، هم يكونون إخوة. y ellas son hermanas. y ustedes بقول son برضو، فبقول ustedes son extranjeros، حضراتكم تكونون مهاجرون أو أجانب. إذن لو لاحظت التصريف المفروض أنا أكتب في الأولى so والتانية أكتب سس، بس طبعا مفيش الكلام ده، هو عشان كده فعل غير منتظم فبقول soy eres es somos sois on. واحفظها بالطريقة دي soy eres es somos sois son. الفيربو ستار ده الفيربو سير على يدك الشمال، الفيربو ستار على يدك اليمين. برضو فعل غير منتظم بمعنى يكون estoy estás está estamos estáis están. مع اليو بقول estoy، مع التو بقول estás، مع ال والأي أو الأستاذ بقول está، مع الnosotros والnosotras بقول estamos، مع الvosotros مع الvosotras بقول estáis، مع الأيos والأيس والأستاذ بقول están. جميل. لو لاحظت هنا الأو مع اليو فبقول estoy. طب الإجريجة دي اتضافت منين؟ الفعل غير منتظم. تمام. الفيربو سير، استخدامات الفعل سير. انت لو كده قاعد مش مركز اقفل الفيديو وقوم شوف لك حاجة مفيدة تعملها. لكن لو مركز يعني ممكن توقف الفيديو تروح تعمل لك حاجة تشربها وتيجي. ممكن مش عايز تعمل حاجة تشربها، ركز بس وحاول تكتبهم وتلخصهم بالعربي كده عشان تحفظهم، او اعملهم في جدول وعشان تفرق بينهم. الأوسو بمعنى الاستخدام، الفيربو سير بمعنى الفعل يكون، دوت اختصار للفعل. Se usa para identificar la nacionalidad، أنا بستخدمه عشان أشير للجنسية والبلد اللي أنا منها. فبقول yo soy de Egipto. yo soy de Egipto، أنا أكون من مصر. ولو قلت soy egipcio أنا مصري، فأنا أول ما استخدمت الجنسية قلت soy، ما قلتش estoy. تمام.
يبقى مع الجنسية واحد، مع الجنسية soy، ومع البلاد eres o es o somos o sois. المهم الفعل يكون ser. اتنين, se usa para referirse a la hora en la que somos. يستخدم للإشارة إلى الساعة أو الوقت الذي نحن فيه. por ejemplo. por ejemplo بمعنى يكون بمعنى مثال son las 6 de la tarde. الساعة تكون الآن السادسة من الظهيرة أو السادسة مساء. فهنا خلينا نشوف إن أنا حطيت son مع las 6 اللي هي الساعة السادسة las 6. طب ليه أنا حطيت son؟ أنا بقول الساعة 6 بالليل، الساعة 6 بالليل. انت عندك في العربي انت بتعملها معاملة المفرد، لكن في الاسباني انت بتعملها معاملة الجمع. وان شاء الله هننزل حلقة عن الساعة وازاي بقولها بالاسباني. بس المهم دلوقتي انك تعرف ان الساعة بتيجي معاها الفيربو ser. son las 6 de la tarde، يبقى nacionalidad و tiempo y la hora، الساعة والجنسية. الفيربو ser تالت حاجة، يبقى احنا كده خدنا حاجتين. تالت حاجة se usa para describir algo o cualidad que no se cambia por largo tiempo. بتستخدم لوصف شيء أو لوصف cualidad اللي هي صفة أو اسم. la cualidad no se cambia، الحاجة دي لا تغير. فبقول eres muy inteligente، الكواليداد inteligencia، والصفة إنك أنت ذكي. eres muy inteligente، هل ذكائك دوت هيتغير على الزمن؟ هتفضل ذكي طول عمرك. فبقول eres muy inteligente، فأول ما بشير لحاجة أو صفة فيك بشير لحاجة ما بتتغيرش على طول فترة كبيرة، يبقى بستخدم الفعل ser. se utiliza 4 se utiliza para referirse a sí mismo o a alguien. فبقول soy محمد y eres أحمد، ella es نرمين. فأول لما بشير لنفسي أو أشير ليك أو أقول أنا أو أنت بستخدم الفيربو ser. يبقى كده nacionalidad والتيمبو اللي هو الزمن، وفي وصف الحاجة طويلة المدى التي لا تتغير، يعني ذكائك لا يتغير، جنسيتك لا تتغير، واسمك لا يتغير. بتشير لنفسك فبتقول soy eres. يبقى أول ما بتعرف نفسك أو بتعرف حد بتستخدم ser. para identificar posición بمعنى وظيفة اللي هي puesto بمعنى منصب. soy profesor de español. soy profesor de español بمعنى أنا أكون مدرس لغة إسبانية. جميل. لكن لو قلت لك estoy profesor de español كده بقول لك إن أنا وظيفتي مدرس أو حاجة تانية، بس اضطريت إن أنا أشتغل مدرس لغة إسبانية. لاحظ الفرق، إن soy دي وظيفتي الأساسية، يعني أنا متخرج من كلية مخلياني أبقى مدرس أسباني. لكن لو واحد يقول لك soy un traductor pero ahora estoy profesor، معنى كده ان انا شغلتي الاساسية مترجم، لكن دلوقتي شغال كوظيفة مؤقتة، فبقول estoy مع الوظيفة المؤقتة، لكن مع الوظيفة الدايمة اللي هي بتاعتي الاساسية فبقول soy. والحتة دي خلي بالك مش كله هيقولها لك، يعني خلي بالك من الحتة دي، ممكن تكتبها، أنا مش كاتبها هنا، ممكن تبقى تكتبها عندك. 6 para mencionar o decir la material de la que se ha hecho una cosa، للإشارة إلى المادة التي تم صنع منها شيء، عشان أقول إن الحاجة دي معمولة من حاجة. فبقول la pan es de harina،
العيش معمول من الدقيق. La pan es de arena، يكون من الدقيق. كذلك مثلا الكوادرنو es de papel، الكراسة معمولة من ورق، عبارة عن حبة ورق. تمام. es el verbo ser. يبقى كده نرجع بس بسرعة. الفيربو سير بيعبر عن nacionalidad، soy de Egipto، بيعبر عن الوقت، فبقول son las 6، son las 2 de la mañana، es la 1 de la tarde. فيربو سير بيعبر عن وصف الشيء لا يتغير، eres muy guapa، انت جميلة، أو رائعة الشكل. ده دايما يعني شكلك مش هيتغير، انت جميلة. فبقول eres muy inteligente، انت eres، انت ما قلتش estás. eres muy inteligente. Se utiliza para referirse a sí mismo o a alguien. soy محمد عشان أعرف نفسي أو أعرف حد. para identificar posición o puesto soy profesor de español. ولو بقول estoy profesor de español يعني دي وظيفة مؤقتة. para mencionar o decir la material de la que se ha hecho una cosa، عشان أعبر عن الحاجة دي معمولة من حاجة تانية. فيربو ستار ما تعقدش نفسك، عاملهم زي السكر والملح. هل انت ينفع تتلخبط بين السكر والملح؟ لا. يبقى كذلك انت لو مقرر ان هم مش هيكونوا شبه بعض، خلاص هم مش هيكونوا شبه بعض، ده سكر وده ملح. انت لو جيت جاي مثلا تحط في طبيخ، أغلبية الطبيخ بيتحط له ملح، فقليل أوي لما بتحط في الطبيخ سكر. فانت مثلا بتحط سكة ملح، عارف ان الطبيخ ده بياخد ملح، مش هتيجي تحط له سكر انت. الفيربو estar، usos، الاستخدامات. se usa para mencionar al lugar en la que se encuentra la persona، بيعبر عن الإشارة للمكان الذي يوجد فيه الشخص أو الشيء. فبقول estoy en la calle ahora، أنا أكون في الشارع الآن. أنا بقول لك أكون عشان تفهم إن الفعل ده يكون، واحفظ تصرفاته. أنا أكون في الشارع، موقعي فين؟ في الشارع. يبقى أول ما بشير للموقع اللي هو هنا بمعنى أنا أوجد في الشارع، أو أنا أكون في الشارع. لكن لما أقول مثلا الموبيل está encima de la mesa، الموبايل على الترابيزة. está يكون على، حددت موقع يبقى estar. se usa para describir una cosa temporal o algo no dura، بيعبر عن وصف شيء مؤقت أو شيء لن يستمر أو لن يأخذ فترة زمنية طويلة. estoy muy enojado hoy، أنا متضايق النهاردة. هل أنا هفضل متضايق على طول؟ لأ. فبقول لواحدة بقول لها estás muy guapa، انت جميلة النهاردة. estás muy guapa hoy. بيقول لك نوتة في ملحوظة على الحتة دي، رقم 2، menos con la muerte، بيقول لك ما عدا في حالة الموت. فبقول está muerto، ما بقولش مع انه ميت، يعني دي حاجة هتستمر. طب اشمعنى está muerto هنا؟ دي الحالة الوحيدة اللي تيجي معاها فترة طويلة ومع الفيربو ستار هنا، لان هم بيؤمنوا ان في بعث وخلود، فان هو ده فترة مؤقتة بس هيموت وهيرجع تاني بسرعة وقشطة وهيعيش وزي الفل. فبقول está muerto، estás muerto، انت ميت. estás muertos، انتوا ميتين كده. الفيربو ستار آخر حاجة para usar tiempos progresivos o gerundio، بيعبر عن الاستمرارية أو التيمبو اللي هو الزمن الاستمراري. está estudiando، هو يذاكر الآن، بيعبر عن المذاكرة، يعني هو بيذاكر لسه هيذاكر وهيكمل مذاكرة شوية. estoy enseñándote a hablar español، أنا بعلمك إنك تتكلم اسباني. estoy enseñándote a hablar español،
está bien. هنا ننتهي من الحلقة. لو عجبتك ممكن تعمل لايك، ممكن تشاركها مع حد مش عارف المعلومة، مثلا لو عايز يتعلم اسباني، يكون نافع لغيرك. Y no caminarás solo jamás. Este es el final. Hasta luego, amigos.